انا ما فهمتش هاد المهاجرين ولاو مكروهين حتى لهاد الدرجه هادي. خاصنا هاد المره نبقاو ندخلوا ان شاء الله للمطار، يبقاو يرسلوا لنا دواء البرغوث. تعقلوا نهار كورونا اللي قال لك اسيدي هما هربوا ما خصهمش يدخلوا عندنا ويدخلوا لنا كورونا. نهار اللي قلنا لهم اسيدي الطياره غاليه، عايرونا احنا المهاجرين وعايروا زعيبيله بان قالت علاش تقول الطياره غاليه وحنا كنموتوا بالجوع. والمشكل ها هو رجع دابا المشكل ديال البق. اش ولينا كنسمعوا دابا؟ اسيدي ما يدخلوش عندنا، المهاجر ما يدخلش دابا حتى يريقلوا المشاكل ديالهم ديال البق، غادي يدخلوا لنا المشاكل للمغرب. ولينا منبودين في الوقت اللي حنايا بحالنا بحال السياحه، الفلوس اللي كتدخل من عند المهاجر هي اللي كتدخل من عند السياحه وكثر كاع. ولكن المشكل هو ولاو يكرهونا نيشان، يعني حنايا بحال اللي ولينا ما حناش مغاربه، كون صابوا يديروا علينا الفيزا ما يكرهوا. راه بسببنا ولات ملي كندخلوا حنايا عاد الاقتصاد كيطلع، بسببنا ولا الكرموس الهندي كدير 8 دراهم للوحده، وملي كنرجعوا كتولي درهم. راه بسببنا باش الاقتصاد ديال المغرب كيطلع. في شهر 8 هانتوما شفتوا الغلاء كيفاش طلع، ولا الدوبل. راه حنا ولاد البلاد، راه ماشي برانيين، فهمتيني؟ راه حنا ولاد البلاد، راه ماشي المغرب مكتوب في سميتكم. شوف دابا غنضطر ندحس هذا. لا خلي ماشي مشكل. والمهم الي الله يلعن بوزلاط وصافي. شوف دابا